السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اهلا ومرحبا بكم في قناه امينه تيوب. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه ديالي في تحضير اللوبيا البيضاء جافه. غنحتاج المقادير التاليه في التوابل. غنحتاج شويه ديال البزار وخرقوم عواد، وكذلك شويه ديال الملح. غنحتاج واحد الخيزوه ونص فلفله حمراء، بسباس، بصله خضاريه والثومه وواحد الحاره. غادي نقطع منها غير النص، ما غنديرهاش كامل. تبعوا معايا الفيديو باش تشوفوا الطريقه وكيفاش كتجي في الاخير. كتجي غزاله البنات، ما تشبعوش منها. الطريقه صحيه، وكذلك ان حتى المنظر ديالها والطيبه ديالها كتجي غزاله البنات. ما غاديش تشبعوا منها بهذه الطريقه. تبعوا معايا الفيديو للاخر. قطعت هاد الخضر اللي وريتكم كاملين، قطعتهم قطع صغيره باش نوضعهم في الخلاط الكهربائي نطحنهم مزيان. هذيك الحاره قطعت النص ديالها وضفت سكينجبير خضر، نسيت ما وريتوش لكم. دابا درتهم يتقلاو شويه هما الاولين. صافي، وغادي نضيف هذا الخليط للمنشف. غادي نضيف عليهم هاد العطريه اللي عندي، كذلك غادي نضيف نضيف عليها الماء سخون. طيب، نسد عليها ونخليها الوقت الكافي ديالها اللي غطيب فيه، نقص عليها ونخليها تطيب على خاطرها. وها هي اللوبيا ديالنا وجدات، كتجي لذيذه ما تشبعوش منها. منسمه بالخضر والتوابل اللي درنا معاها، وضفت عليها كذلك ورق البسباس دوك الخضرين، قطعتهم وزينتها بالبسباس كيف ما قلت لكم الاخضر. كما انني رافقتها بسلطه ديال البسباس معصر عليها الحامض، لانها كتسهل عمليه الهضم ديال اللوبيا ولا جميع القطنيات. كيف ما كتعرفوا الكثير من الناس عندهم مشكل ديال الهضم ديال اللوبيا، وضروري نرافقوها بهذه السلطه لانها غتهنيكم من المشاكل كامله اللي كتعانيو منها ملي كتاكلوا لوبيا. اما ضروري البسباس كنعصروا عليه الحامض، وكذلك سلطات جانبيه اخرى من انواع اخرى من الخضر. من الضروري كذلك الا ما بغيتوش دير لكم غازات ما تاكلوش معاها الخبز ولا اي سكريات، اي انواع السكر. كتجي لذيذه، انا متاكده الا جربتوها بهذه الطريقه ما غاديش تبقاو تستغناو عليها. وبالصحه والراحه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.